المواطنون. كيف لا يلزم المواطنون؟ نحن لا نتكلم في الأمر عندما يكون فيه سعة، المقتدر يذبح وغير المقتدر لا يذبح، ليس الكلام حول هذه النقطة، إنما نحن نتكلم الآن عن أزمة وملمة أصابت بلد من بلاد المسلمين. نركز. الأضاحي نسك. الأضاحي نسك، صحيح. فصل لربك وانحر. طيب يا شيخ، إذا ما عنده ما ينحره هل يكون آثم؟ لا. طيب إذا كان هناك مشكلة عويصة على مستوى الدولة ماذا يفعل؟ هل يجب؟ يعني هل هو يكون قد عصى الله؟ ثم أنت لاحقا تقول بأنها سنة ولم تقل بأنها واجبة، بل أكدت كثيرا على أنها سنة. نركز الآن، لماذا جعلت هذا الأمر كأنه أم الطوام وكأنه قريب من الكفر؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى أصحابه، وما حدث في تاريخ الإسلام كله صحيح أن حاكما قال للناس ممنوع الأضاحي. هو لم يقل ممنوع الأضاحي، هو لم يقل ممنوع الأضاحي، قال نهيب بشعبنا أن لا يضحوا، وهو سيضحي عن نفسه وعن شعبه. وقد استدلوا وفقا للمتحدث أو الذي ألقى البيان بأنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، في حين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أمته، وكل شخص ضحى عن نفسه. ولكن الآن توجد ملمة، الوضع مختلف، ليس الأمر بسيط. كيف قال ممنوع الأضاحي؟ ما حد قال ممنوع الأضاحي، هذه من عنده، ليست ما قال ممنوع الأضاحي. وحتى ولو قال سيكون الرد لاحقا كما سنوضح. ويسمح بالرقص ويسمح بالطبل والزمر. الآن دخل في جزئية مختلفة، يسمح بالرقص. طب الرقص أصلا يدخل فلوس وهو حرام، الحفلات الموسيقية تدخل فلوس وهي حرام، الخمور والخمارات تدخل فلوس وهي حرام. نركز الآن استشهادك في هذا الأمر مغاير، بمعنى يوجد ناس، قلوب الناس ليست واحدة، هذا مسموح، بعض المحرمات مسموحة في بعض البلاد وهي تدر أموال. وإلا يعني نضرب مثال، توجد بعض البلاد التي تسمي نفسها إسلامية، بل هم يقولون ورئيسها يقول عن نفسه أو عن دولته بأنها دولة علمانية دون ذكر هذه الدول. الدخل من الدعارة 4 مليارات دولار سنويا مباحة لديهم، هم قد أجازوها، ولديهم أصلا الدين القائم أو النظام المعمول به في دولتهم العلمانية. هذا أمر وهذا أمر. طب لماذا؟ هذه دعارة، معاصي، نعم معاصي، تدر الأموال، نعم تدر الأموال، ما دخل هذا في ذاك؟ نحن الآن نتكلم عن الأضاحي التي ربما قد تسبب، وهذه تحتاج إلى بعد نظر، تحتاج إلى علماء، وتحتاج إلى ولي أمر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ننتبه، لا تأتي تضع هذا مع هذا، هذه مسألة وهذه مسألة. نعم هي محرمات، نعم المال الذي تدره عليك هذه المعاصي مال حرام، نعم مال حرام، ولكن تدر عليك الأموال. نحن الآن نكلمك على موضوع الأضاحي، فلا تأتي وتقول لي أنت سامح بالرقص، تأتي الآن تعطل شعيرة، نعم هي شعيرة ولكن ضمن ظرف معين قد يكون جائز. والدليل على ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، خصوصا أنه أكد أكثر من مرة وسنسمعها لاحقا بأنه قال بأنها سنة، وقال عنه بأنه إجماع، وهذا خطأ، ليس إجماعا، سأتكلم عليه لاحقا. قال أنها سنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد عطل حد من حدود الله الذي إجماع المسلمين وإجماع العلماء وإجماع الفقهاء على وجوب تنفيذه، وهو حد من حدود الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفعين في حد من حدود الله؟ ولكن كان هناك حاجة وداع لأن يعطل حد السرقة في عام الرمادة بسبب المجاعة والقحط والجدب. فلا تأتي تدخل الأمور في بعضها وتلبس الأمور على الناس وعلى العوام. السفر لدول الكفر بما يبدد ثروات المسلمين، ونأتي على الأضحية العبادة النسك الذي نتنسك به إلى ربنا، ونمنع الناس منه بأي وجه حق يقال هذا الكلام بسبب الظروف، من سلفك في تاريخ الإسلام، بسبب الأزمات. ومن سلف عمر في إلغائه، هو يقول من سلفه في ذلك، نقول الآن من سلف عمر رضي الله عنه وارضاه في إلغاء حد من حدود الله، إنما هي أزمة وملمة